فيلم اليوم رومانسي وبطلته أحلى كمان، وأنا نوردن حبيته وحبيت البطلة وخاصة حركات الناعمة وتصرفات المجنونة. بس ننزل اللايك ويلا نبدأ. وبيبدأ الفيلم مع بلدة ريفية بعيدة بوسط الغابة، يعني بلدة مقطوعة، ومنشوف بطلة الفيلم اسمها ألما، صبية حلوة وعمرها 16 سنة، مليانة طاقة وحب وحنان ودلع نسوان. وبس تغادر أمها تاخد الهاتف وبتتصل على خدمة المكالمات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالعلاقات، وبتحكي على الهاتف وبتعمل كذا مزة مع حالها، وبتكون متعودة تتصل وتحكي مع شباب على الهاتف. وطبعا هاي الخدمة تدفع عليها دولارات، بس هي سعيدة. يعني المهم تعمل كذا مزة عن طريق الهاتف. بس قبل ما تنتهي المكالمة ترجع أمها على البيت، وفورا ألما تلبس البنطلون وبتعمل حالها إنها عم تدرس، وأما بتسألها ليش الهاتف على الأرض، بس ألما بتخبرها ما بعرف. وتاني يوم بتروح ألما تتمشى مع الكلب، وبتلتقي مع شاب اسمه أرتور، وبيكون بيدرس مع ألما بالمدرسة، وهو شاب وسيم وبتحبه كل البنات بالمدرسة، وألما بتكون معجبة فيه ودوما تتخيله بالليل لما تكون لحالها. وبالليل الشيطان شاطر وفهمكم كفاية. بس بعد كم يوم بالليل بيجي أرتور على بيت ألما وبيتسلل على غرفتها من الشباك، وبيعملوا سوا علاقة بطريقة جميلة جدا. بس بالآخر بيكون حلم عم تحلمه ألما، يعني كل شي صار مجرد وهم. وبنعرف انه ألما بتحلم كتير وبتتوهم، وهي شخصية وحيدة وغير محبوبة بالمدرسة. وبنتعرف على أصدقاء ألما، أنجريد وسارة، وبيكونوا مثل أخوات لألما. وبعد أيام بيكون في حفلة عيد ميلاد، وبيكون أرتور مدعو كمان للحفلة، وألما بتلبس فستان جديد كرمال يعجب فيها أرتور. وبالليل بالحفلة أرتور بينتبه لفستان ألما والمكياج الجميل الخاص بألما، وخاصة الوردة، وبياكلها بعيونه. وألما بيعجبها نظراته، وبتتحرك عند المشاعر الفيزيولوجية وبتطلع لبرا وبتشرب كولا، وبيطلع أرتور وراها وبيقترب منها بطريقة صدمتني، وبيفرجيها على الإصبع السحري. اللي فهم يكبس لايك. وألما بترجع على الحفلة وبتدخل على الحمام لحتى تغسل، وبتكون مصدومة من يلي صار ولكن سعيدة. وبس تطلع من الحمام بتشوف رفقاتها وبتخبرهم انه أرتور خلاها تشاهد الإصبع السحري. بس رفيقتها أنجريد تغضب لانه هي كمان معجبة بأرتور، وبتخبرها أرتور مستحيل يعمل هيك تصرف معك، وانت كذابة وعم تتوهمي وتحلمي كالعادة. وبتنادي أنجريد لأرتور وبتسأله إذا فعلا هو تصرف هيك. بس الغريب إنه أرتور بينكر هذا التصرف، والكل بيصدقه وبيكذبوا ألما لأنه هو مشهور بالمدرسة وكل البنات بتحبه. تاني يوم بتكون أنجريد خبرت الكل بالمدرسة إنه ألما كذابة وعم تتوهم وتدعي بوجود علاقة بينها وبين أرتور. والطلاب بالمدرسة بيصيروا يضحكوا على ألما، وبتصير ألما تحاول تخبرهم الحقيقة، بس ما حدا بيقتنع، حتى رفقاتها أنجريد وسارة ما بيصدقوا وبيضحكوا عليها كمان. وألما بتصير وحيدة تماما وبتلجأ للتدخين وبتنعزل عن رفقاتها. وتاني يوم وهي راجعة بالباص على البيت، وبس تنزل على الطريق تطلع لوراها وبتشوف أرتور نزل وراها وبيخبرها انه هو فعلا بيحبها ومعجب فيها. وهون بتتحرك عند ألما المشاعر الفيزيولوجية وبتمسك ايده وبتركض هي وياه على البيت، وبيعملوا كذا مزة جميل جدا. بس بعدين بيرجع المشهد على ألما وهي ماشي بالطريق، وبنعرف انه هي عم تتخيل وتتوهم، وأرتور ما نزل من الباص نهائيا. وبعد أيام بيكون في حفلة موسيقية بالمدرسة، وما حدا بيعزم ألما على الحفلة، وهي بتراقبهم من الشباك فقط، وبتروح تحكي مع رفقاتها أنجريد وسارة، بس كمان بيرفضوا يحكوا معها. بس سارة تزعل على ألما وبتشعر بتعاطف مع ألما. بس بلحظة مميزة بيقترب منها شاب اسمه جراي، بيكون زميلة وعم يدرس معها بالمدرسة، وبيخبرها انه معجب فيها من زمان، ولكن سارة ما بتكون حابة ترتبط مع حدا. وبعد ايام توصل فاتورة الهاتف على بيت ألما، واما بتنصدم بس تشوف المبلغ لانه الفاتورة ضخمة، وبتسأل ألما مع مين عم تحكي طول الوقت. وهون الصدمة، ألما بتجاوب بكل وقاحة انا عم اتصل على خدمة المكالمات الخاصة بالعلاقات والكذا مزة.
والام يا حرام بتصير تبكي، ولكن ألما بتدخل على غرفتها وبتبدأ تصرخ وبتقول راح ادفع فاتورة الهاتف من راتبي بس اشتغل بنهاية الاسبوع. وبعدين بتروح ألما وتقابل سارة وبيحكوا شوي، وتاني يوم بتروح ألما وبتبدأ شغل بسوبر ماركت، وألما بتكون عم تعاني من ضغط نفسي حاد بسبب الكذبة تبع أرتور، وبتقرر تروح لعنده وبتطلب منه يعترف بالحقيقة ويخبر الكل بالتصرف العيب اللي عمله، بس أرتور بيرفض وبتغادر ألما وهي محبطة. وتاني يوم بيكون عيد ميلاد زميلتها بالمدرسة وبتعزم الكل على الحفلة ما عدا ألما وبتناديلها بالكذابة. ومنشوف سارة وجراي صاروا يتقابلوا بمواعيد غرامية وابتدوا يحبوا بعض، وألما ببهدلها صاحب الشغل لأنه بتضل مشغولة بالأحلام اللي بالي بالكن، وبتروح لتنظف الرفوف والمجلات، ولكن بتشوف مجلة فيها صور وسخة، فهمتوا علي صح؟ وبتبدأ تشوفهم، ولكن تجي سارة وبتاخد منها المجلة وبترميها بسلة المهملات، وسارة بتخبر ألما عن حبيبها جراي وبيتمشوا سوا على البيت. وتاني يوم صاحب السوبر ماركت بيشوف المجلة بسلة المهملات وبيتصل مع والدة ألما وبيخبرها بنتك عم تسرق مجلات عليها صور وسخة وعم ترميهم بسلة المهملات. والام بتخبره انه ألما عم تعاني من ضغط نفسي وبتطلب منه ما يطردها من العمل، وبس ترجع ألما على البيت بيتخانقوا مع بعض. وتاني يوم سارة بتقابل ألما بحمام المدرسة وبتخبرها انه لازم أرتور يعترف بالحقيقة او رح يضل كل الطلاب يعاملوكي بطريقة مهينة لآخر العمر. وبالليل سارة بتقابل أنجريد وبتخبرها انه ألما بريئة وما عم تكذب، فعلا أرتور عمل هيك بس أنجريد ما بتقتنع. وبهاي اللحظات بتكون ألما بالليل لحالها وعم تعاني من الوحدة، فبتتصل مع خدمة المكالمات وبتصير تحكي له قصة حياتها وشو صار معها. والشاب على الهاتف بيزعل عليها وبيخبرها لازم يكون عندك حبيب لحتى يحميكي ويساعدك بكل شيء. وألما بتحزن على حالها وبتروح تشرب مشروب، ولكن بتشوف أمها عم تحكي مع عمها وبتخبره انه ألما مريضة نفسيا وعم تعمل اشياء وسخة، والام بتصير تبكي وألما تشعر بحزن شديد وبتقرر تغادر البيت للأبد وبتروح لعند أرتور وبتطلب منه اعترف انك كذبت، اعترف انك فرجيتني على الاصبع السحري، ولكن أرتور بيرفض وبيخبرها انا مشهور بالمدرسة وكل البنات بتحبني واذا اعترفت رح تخرب صورتي ويبطل حدا يحبني. ألما يا حرام بتصير تبكي وبتخبره انت دمرت لي حياتي وبتغادر وبتروح للمدينة عبر الباص وبتقرر تغيب عن المدرسة بدون اي خبر عنها حتى الكل يخاف عليها، وكمان لحتى أرتور يخاف عليها تجبره انه يعترف. وبالفعل بتروح لعند اختها الكبيرة بالمدينة وبتمضي وقت حلو معها ومع رفقات اختها، وتاني يوم تنزل امها لعندها وبتصالحها وبترجعها معها على البيت. وألما ترتاح نفسيا خاصة لما امها بتخبرها انه حجز التذاكر ليزوروا باريس ويعملوا سياحة بالصيف بعد المدرسة. وألما تفرح كتير باهتمام امها ومحبتها الجديدة، وبنهاية اليوم تتفاجأ بقدوم أرتور لعندها على البيت وبيعترف لها انه بيحبها وخاف عليها كتير لما غابت عن المدرسة، ولكن بخبرها انه ما فينا نكون سوا بالمدرسة ولازم علاقتنا تكون بالسر. ولكن ألما ترفض وبتخبره اذا خجلان بعلاقتنا بنصحك لا تحكي معي نهائيا وبتطرده من المنزل. وتاني يوم بتروح ألما مع رفقاتها على المدرسة وكمان بتكون صديقتها أنجريد صلاحتها ورجعوا يتمشوا مع بعض. ولكن لما ألما بتوصل على باب المدرسة بتشوف أرتور وبيكون رافع لافتة مكتوب عليها أنا بعترف أنه أخرجت الأصبع السحري مثل ما قالت ألما، سامحيني أرجوكي. وأرتور بيعترف بغلطه أمام كل المدرسة، وألما بتفرح كتير لما تسمع هالكلام. وبالليل أرتور بيتناول العشاء بمنزل ألما وبيخبر والدتها أنه أنا بحب ألما وبدي أخطبها، والأم بتفرح كتير وألما بتفرح وأرتور بيفرح، ومتابعين قناة فيلم مع نوردان بيفرحوا، وأنا نوردان بدي أعترف بسر لكل حدا عم يسمعني. جاهزين؟ السر هو انه انا بحبكن كتير وبتمنى من كل يلي بحبني يكتب لي قلب بالتعليقات ويشاركني رأيه بالفيلم. كان معكم نوردان، بحبكن يا احلى عيلة.